السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا رب. هنعمل مع بعض الزبادي الفراولة القمر ديت. اللون بس التصوير مش باين، يعني مش عارفة هي فاتحة ليه هنا، بس يعني في لقطات هتلاقوها من جوه زي الفراولة بالظبط. الدنيا بتشتي وانا بسجل الفيديو. اللهم صيبا نافعا يا رب، وعدي الايام ديت على خير. هنعمل مع بعض الزبادي الفراولة بطريقة حلوة وسهلة، ويعتبر يعني مغذية كمان اكتر من الجاهزة بكتير، لو هتعمليها، وموفرة. وزي ما انتم شايفين كده متماسكة. ديت ما كنتش لسه دخلتها التلاجة، يعني ديت كنت لسه مطلعها من فرن البوتاجاز قبل ما ادخلها التلاجة. سامعين الرعد؟ بصوا، يعني انا بقلبها اهوت وما كنتش لسه دخلتها التلاجة. هنعمل مع بعض الكمية الحلوة ديت. وبصوا يعني شايفين الطاجن دوت، يعني مقاسه كبير يعني. احسن من اللي هي الكوبايه ومعلقتين ب4 جنيه او ب3 جنيه ونص دلوقتي. بصوا دسم، ووش بصوا عامل ازاي يعني. وادي اللون باين معاكم اهوت من جوه. هنقول لكم نطلعها ازاي كده مع بعض بالدسامه والحلاوه ديت، وطعمها كان حلو قوي. ومش هقولكوا احلى من الجاهزه، يعني في ناس برضو بتعملها بطريقه حلوه وكده، ودي طريقتي. تعالوا مع بعض بقى هنشوف نعملها ازاي. دي الكميه يعني اللي طلعت معايا وكده، وتعالوا بقى نشوفها مع بعض هنعملوها ازاي. ادي جبنا هنا بقى كوبايتين زبادي اللي هما الجاهزين طبعا. واحده فراوله وواحده ساده. انا بحب اعملها كده لما باجي اعمل فراوله، بحب اعملها واحده فراوله وواحده ساده. بحس لو عملتها بالساده مثلا، ما بت... يعني بالفراوله بس مش بتديني ما بتمسكش. او ممكن اعملها باتنين فراوله برضو عادي، وممكن اعملها بالاتنين الساده وهحط الطعم الفراوله. هتشوفوا هنعمله مع بعض ازاي. جبنا هنا 2 كيلو لبن وغليتهم طبعا زي ما انتم عارفين، وسبتهم فتره زي دمعه العين كده، زي رضعه البيبي يعني. جبت هنا الزبادي ودوبتها وحطيت معلقتين لبن بودره كبير. ده السر اللي هي تخليها برضو تمسك معاكي وتبقى قوامها حلو. هنا بقى السر بقى في باكل الجيلي دوت. باكل جيلي دريم بطعم الفراوله. هخلط كله مع بعضه كده، واجيب شويه لبن، وخدت الوش بتاع اللبن طبعا. بصوا كان دسم يعني ما شاء الله عليه. هقلب كله مع بعضه كده. ممكن لو مش عايزه الجيلي، ممكن انا بصراحه يعني كنت بعتقدني ان هو يجيب لي ايس كريم فراوله، بس ملقاش. ممكن تستخدمي ايس كريم فراوله، ممكن تستخدمي صوص فراوله. يعني تجيبي اللي هي الازازه اللي هي بتاعه الصوص ديت فراوله الجاهزه، وتحطيها هتديكي نفس الطعم برضو. بس انا يعني مش عارفه، جيت معايا الجيلي وعملتها قبل كده بالايس كريم الفراوله، كانت حلوه تمام. طبعا لازم اصفي هنا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات كده من الجيلي او كده. الخليط كله. ممكن لو لقيتي تكتلات او كده تضربيها في الخلاط عادي. بس هنا الحمد لله يعني ما كانش فيه تكتلات كتير. عملتها بالمصفى كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني جبنا هنا 2 كيلو لبن، ما حطيت معلقتين سكر، 2 معلقتين لبن بودرة، كوبايتين زبادي. حطيت شوية لبن كده ودوبتهم كلهم مع بعض في الكوباية المعيارية ديت زي ما انتم شايفين كده، وقلبت كله مع بعض، وصفيت الخليط اللي انا عملته على ال2 كيلو لبن. كنت مسخنة شوية مية ومولعة الفرن دفيته. هنزل هنا في البولات اللي انا عملتها كده في صينية كده زي ما انتم شايفين. وهنزل في الصينية بالمية السخنة اللي انا حطيتها، يعني على في البراد كده من بعيد كده. ولازم طبعا برضو الحاجه اللي انت هتحطي فيها الزبادي تكون ناشفه خالص، ما فيهاش اي نقطه ميه. تكوني غسلاها ومنشفاها ومنشفاها حلو كمان. هنا زي ما انتم شايفين كده انا بقى صبيت الخليط كده كله في البولات اللي انا عملتها. وزي ما انتم شفتوا معايا في فيديو الزبادي الساده قبل كده، حطيت ميه سخنه ومعلقه خل في الصينيه الالومنيا، وبغطي كده. عندي حاجات عاملاها مخصوص مثلا للمعجنات، ببقى غسلاها وشايلاها في كيس كويس. غطيت بيها الزبادي هنا عشان البخار اللي يطلع من الميه السخنه ديت ما يعرقش وينزل لي في الزبادي تاني. وهنا برضو في الحله هنا زي ما انتوا شايفين معايا كده، هنزل برضو في شويه ميه هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش بقى اللي وصلتوا معايا هنا تحطوا لايك، كومنت حلو منكم، تفعلوا الجرس. وادي الزبادي بتاعتنا الفراوله سهله وبسيطه ومش لو مكلفه مش زي ما هنشتري من بره كل يوم مثلا بعدد افراد العيله 5 6 علب زبادي، يعني هتبصي هتلاقيها مش كتير ابدا، وبتاكلي